السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يا جماعة كده إن شاء الله منهج الصف الثاني الثانوي لعام الدراسي 2026. هتكلم النهاردة كده في الدرس الثالث في الفصل الرابع، بيتكلم عن اللزوجة. فخلينا كده نعمل كام نشاط عشان نوضح مفهوم كلمة اللزوجة. لو أنا جبت قمع وبدأت أصب فيه جليسرين، وقمع تاني بدأت أصب فيه كحول، طبعا السائل اللي هينساب بسهولة هو الكحول، لكن اللي هينساب بصعوبة هو الجليسرين. عشان كده مبدئيا يعني بنقول ان الجليسرين لزوجته اعلى من الكحول، يبقى عشان قابليته للانسياب صغيرة، انما اللزوجة بتاعت الكحول منخفضة، اذا قابليته للانسياب كبيرة. يبقى مبدئيا كده نقدر نقول ان بعض السوائل مثل الكحول ينساب بسهولة، وبالتالي بنقول عليه ان هو ذات لزوجة ضعيفة. انما بعض السوائل زي الجليسرين بنقول ان هو بينساب بصعوبة. ليه؟ عشان اللزوجة بتاعته عالية. يبقى بعض السوائل زي الجليسرين ينساب بصعوبة، اذا لزوجته عالية. يبقى مقارنة كده السائلين دول مع بعض، لما اجي اتكلم على لزوجة الجليسرين ولا لزوجة الكحول هتكون اكبر. يبقى لزوجة الجليسرين اكبر من لزوجة الكحول. الجليسرين اعلى لزوجة من الكحول. يبقى بعض السوائل زي الكحول قابليته للانسياب كبيرة، بنقول ان لزوجته ضعيفة. انما بعض السوائل زي الجليسرين قابليته للانسياب صغيرة، اذا لزوجته بتبقى عالية. ده نشاط. خلينا نشوف نشاط تاني يوضح برضو خاصية اللزوجة. لو كان عندي مثلا اناء حطيت فيه جليسرين، واناء تاني حطيت فيه ماء، وجبت عملة معدنية او كرة معدنية، هبدأ أسقط الكرة المعدنية دي في الإناءين في نفس اللحظة. لو بدأت أسقط الكرة المعدنية دي في السائلين اللي هم نفس الحجم، يبقى لو كان هنا اتش وكان هنا اتش برضه نفس الحجم، لو خدت وقت هنا معين، هنا الوقت هيكون أقل. ليه؟ لأن مقاومة الجليسرين لحركة الأجسام جواها بتبقى عالية، إنما مقاومة الماء للكتلة المعدنية دي أثناء سقوطها هتبقى صغيرة. يبقى نقدر نقول إن مقاومة الماء أقل من مقاومة الجليسرين. طالما مقاومة الماء قليلة بنقول إن لزوجة الماء ضعيفة، إذن لزوجة الماء ضعيفة. طيب، وطالما مقاومة الجليسرين لحركة الكرة المعدنية كبيرة، بنقول إن لزوجة الجليسرين مالها عالية، وإذا برضه لزوجة الجليسرين عالية. يبقى اللزوجة العالية مرتبطة بالمقاومة الكبيرة. يبقى المية لزوجتها ضعيفة، يبقى مقاومة المية لحركة الأجسام جواها بتبقى صغيرة، إنما مقاومة الجليسرين لحركة الكرة المعدنية بتبقى عالية. فأنا لو قلت مثلا على سبيل المثال الكرة دي عشان توصل هنا وخدت مثلا 10 ثانية، لما توصل من هنا لهنا لازم يكون الزمن أقل من 10 ثانية. ليه؟ لأن مقاومة الماء لحركة الأجسام بداخلها صغيرة، إنما مقاومة الجليسرين لحركة الأجسام بداخلها كبيرة. ماشي، إذن من الآخر بقى لزوجة الجليسرين أكبر من لزوجة الماء،
عشان مقاومة الجليسرين لحركة الأجسام بداخلها أكبر من مقاومة الماء لحركة الأجسام بداخله. خلينا نعمل آخر نشاط يوضح برضو اللزوجة. لو أنا بدأت أصب عسل في إناء وماء في إناء آخر، وجبت معلقة وبدأت أقلب في العسل وأقلب في الماء، يا ترى مين اللي مقاومته برضه هتبقى عالية؟ العسل، لكن مقاومة الماء هتبقى ضعيفة. وليه؟ لأن الماء ينساب بسهولة. يبقى نقدر نقول تاني إن مقاومة الماء صغيرة وقابليته للانسياب عالية، إذن لزوجته ضعيفة. طيب ومقاومة العسل كبيرة وقابليته للانسياب ضعيفة، إذن العسل ذات لزوجة عالية، والعسل ذات لزوجة عالية عشان مقاومته لحركة المعلقة أثناء تحريكها تبقى عالية. يبقى اللزوجة كده طردية مع المقاومة. لو زادت المقاومة والاحتكاك بين طبقات السائل زادت اللزوجة، لو قلت المقاومة وقل الاحتكاك بين طبقات السائل هتقل اللزوجة. إذن السائل الأكثر لزوجة يبدي مقاومة واحتكاك بين طبقاته تكون كبيرة. يبقى ومقاومته لحركة الأجسام ومقاومته لحركة الأجسام تكون عالية. يبقى السائل الأكثر لزوجة يبدي مقاومة واحتكاك بين طبقاته تكون كبيرة، مقاومته لحركة الأجسام بداخله كبيرة، قابليته للانسياب ضعيفة، ومقاومته لحركة الأجسام بداخله تكون عالية. إذن هذه السوائل ذات لزوجة عالية. يبقى بعد القصة دي نقدر نقول إن اللزوجة هي خاصية تسبب وجود مقاومة أو احتكاك بين طبقات السائل، تعوق انزلاق بعضها فوق بعض. يبقى من الآخر تاني اللزوجة العالية مرتبطة بالسائل اللي عنده مقاومة واحتكاك كبير، يبقى اللزوجة مرتبطة بالمقاومة. مقاومة كبيرة يبقى لزوجة كبيرة، أو لزوجة عالية. مقاومة صغيرة تبقى لزوجة منخفضة. يبقى اللزوجة خاصية تتسبب في وجود مقاومة. يبقى اللزوجة ما هي إلا مقاومة أو احتكاك بين طبقات السائل تعوق انزلاق بعضها فوق بعض. تمام. خلينا نفسر خاصية اللزوجة بطريقة تانية، بس خلينا نقول الأول كده إن إحنا عندنا نوعين من قوى التجاذب. في قوة تسمى بقوى التماسك. قوى التماسك دي عبارة عن قوى تجاذب بين جزيئات المادة وبعضها، بين جزيئات المادة وبعضها. يبقى في قوة بين جزيئات المادة وبعضها تسمى بقوة التجاذب. يعني على سبيل المثال لو عندي إناء يحتوي على ماء، دي كده جزيئات ماء، بين جزيئات الماء وبعضها قوة تسمى بقوة قوى التماسك. يبقى قوى التماسك بين جزيئات المادة وبعضها. إنما في قوة تانية اسمها قوة التلاصق، عبارة عن قوى
التجاذب بين جزيئات مادة ومادة أخرى يعني بين جزيئات الماء وهذا الإناء، بين جزيئات الماء وهذا الإناء قوى تسمى بقوى الإيه؟ التلاصق. يبقى في نوعين من قوى التجاذب بين جزيئات المواد وبعضها. جزيئات المادة وبعضها قوة تسمى بقوى التماسك، إنما بين جزيئات مادة ومادة أخرى تسمى بقوى الإيه؟ التلاصق. طيب خلينا نعرف الكلام ده هيفيدني في إيه بالنسبة لخاصية اللزوج. لو تصورنا كمية من سائل محصورة بين لوحين مستويين أحدهما ساكن، ده لو كان لوح ساكن يبقى سرعته تساوي كام؟ صفر. وهنا كده ده لوح متحرك بسرعة، لوح متحرك بسرعة v. لو تصورنا كمية من سائل محصورة بين لوحين مستويين أحدهما ساكن والآخر متحرك بسرعة v، محصور بينهم كمية معينة من سائل. طبعا لو سألت على بين هذا اللوح وهذه الطبقة من الماء قوى تسمى بقوى التلاصق، وبين برضو الطبقة دي، بين الطبقة دي واللوح ده قوى تسمى بقوى التلاصق. طبعا طبقة السائل الملامسة للوح المتحرك تكون متحركة، وطبقة السائل الملامسة للوح الساكن تكون ساكنة. ليه؟ عشان بين الطبقة دي والطبقة دي والطبقة دي والطبقة دي قوة تسمى بقوة الايه؟ التلاصق. قوة التلاصق بتكون بين جزيئات المادة ومادة أخرى. يبقى طبقة السائل الملامسة للوح المتحرك، يبقى إذن طبقة السائل الملامسة للوح المتحرك تكون متحركة بنفس سرعة اللوح المتحرك اللي هي v، عشان في بينهم وبين بعض قوة تسمى بقوة الايه؟ التلاصق. وطبقة السائل الملامسة للوح الساكن طبقة، وإذا برضو طبقة السائل الملامسة للوح الساكن تكون ساكنة بسبب وجود قوى الايه؟ قوى التلاصق. طيب يبقى طبقة السائل الملامسة للوح المتحرك تكون متحركة، وطبقة السائل الملامسة للوح الساكن تكون ساكنة عشان في قوة تسمى بقوة الايه؟ التلاصق. طيب يا ترى باقي طبقات السائل، باقي طبقات السائل تتراوح سرعتها من صفر إلى v. السبب إيه بقى؟ السبب في القصة اللي حصلت دي هو إيه؟ السبب إن في فرق نسبي في السرعة بين كل طبقتين من السائل، وجود قوى تسمى بقوى التماسك. يبقى يوجد قوة احتكاك بين كل من طبقات السائل، طبقة السائل العليا وطبقة السائل السفلى. قوة التماسك دي تجعل وجود فرق نسبي في السرعة بين كل طبقتين من السائل. هذه القوة ناتجة عن وجود قوة الايه؟ التماسك. قوة التماسك دي هي اللي بتعبر عن قوة اللزوجة. يبقى خلينا نقول تاني كده، لو تصورنا كمية من سائل محصورة بين لوحين مستويين أحدهما ساكن والآخر متحرك بسرعة v، طبقة السائل الملامسة للوح المتحرك تكون متحركة، طبقة السائل الملامسة للوح الساكن تكون ساكنة. دي ليه متحركة ودي ليه ساكنة؟ بسبب وجود قوة تسمى بقوة التلاصق، وكل من اللوحين أيا كان الساكن أو المتحرك. الطبقة المتحركة تكون متحركة بنفس سرعة اللوح المتحرك عشان قوة التلاصق،
والطبقة الساكنة تكون ساكنة عشان هي بينها وبين اللوح الساكن قوة تسمى بقوة تلاصق. باقي طبقات السائل تتراوح سرعتها من 0 حتى تصل إلى V، يرجع ذلك إلى وجود قوى التماسك بين جزيئات المادة وبعضها. قوة التماسك ناتجة عن لزوجة هذا السائل، وبالتالي ينشأ عنها فرق نسبي في السرعة بين كل طبقتين من السائل. يبقى الطبقة دي مثلا على سبيل المثال سرعتها أكبر من سرعة الطبقة دي وأقل من سرعة الطبقة دي. يبقى الطبقة دي بينها وبين الطبقة اللي فوقيها قوة تماسك، وبينها وبين الطبقة اللي تحتيها قوة التماسك. قوة التماسك هذه ناتجة عن لزوجة هذا السائل. طبعا لو كانت اللزوجة عالية يبقى قوة التماسك دي هتكون كبيرة، وبالتالي ينشأ عنها فرق نسبي في السرعة بين كل طبقتين من السائل. وده اللي بيوضح مفهوم كلمة اللزوجة. يبقى من الآخر اللزوجة خاصية تتسبب في وجود مقاومة أو احتكاك بين طبقات السائل مش بين الجزيئات، تعوق انزلاق بعضها فوق بعض. تمام. خلينا نستنتج معامل اللزوجة، قانون كده لحساب معامل اللزوجة وقوة اللزوجة. لو تصورنا كمية من سائل محصورة بين برضو لوحين مستويين في مساحة هنا كده، المساحة دي اسمها مثلا A، وسمك هذه الطبقة كان D، وأثرت عليها بقوة اسمها F فتحركت بسرعة V. خلينا نقول كده: إذا أثرت قوة F على مساحة A. خلينا نحكي الأول هنا كده في الجزئية دي. طبعا بين الطبقة العلوية دي كده اسمها الطبقة العلوية، ودي كده الطبقة السفلية. الطبقة العلوية دي بينها وبين الطبقة اللي تحتيها مباشرة قوة تسمى بقوة التماسك أو التلاصق. قوة التلاصق عشان التلاصق بتكون بين جزيئات مادة ومادة أخرى. طيب عشان اللوح ده يتحرك بسرعة ثابتة V لازم نأثر على اللوح أو على الطبقة دي بقوة مساوية لقوة التلاصق الناتجة عن لزوجة هذا السائل. وبالتالي إذا أثرت قوة F على مساحة A ليتحرك بسرعة V، طبعا كلما زادت مساحة الطبقة المتحركة احتاجت لقوة أكبر، يبقى الإف تتناسب تناسب طردي مع الإي. كلما زادت مساحة الطبقة المتحركة احتاجت لقوة أكبر لكي تتحرك بنفس السرعة. طيب ولو عايز أزود السرعة لنفس المساحة محتاج إن أنا أزود القوة، يبقى الإف تتناسب تناسب طردي مع الفي. يبقى خلينا نقول تاني: بين الطبقة العلوية دي والطبقة اللي تحتيها بيبقى فيه قوة تسمى بقوة التلاصق. قوة التلاصق دي أو قوة التجاذب دي طبعا عشان نتغلب عليها لازم نأثر على الطبقة دي بقوة مساوية ليها عشان يتحرك بسرعة ثابتة طبقا لقانون نيوتن الأول. كان بيقول: يبقى الجسم الساكن ساكن والجسم المتحرك لكي يتحرك بسرعة منتظمة لابد أن تتساوى القوة المحصلة مع مين؟ مع الصفر. يبقى لازم قوة التماسك أو التلاصق تكون قد القوة اللي هنأثر بيها على اللوح عشان يتحرك بسرعة ثابتة. يبقى الإف تتناسب تناسب طردي مع مساحة الطبقة المتحركة. كلما زادت مساحة الطبقة المتحركة احتاجت لقوة أكبر. طيب وكلما زادت السرعة أو لكي تزداد السرعة يجب أن نزيد من مقدار القوة المؤثرة على الطبقة المتحركة. يبقى الإف من الآخر طردية مع المساحة، والإف طردية مع الفي، وكمان الإف تتناسب تناسب عكسي مع الدي سمك الطبقة المتحركة. السمك ده كل ما يزيد قوة لازم تقل، يبقى الإف تتناسب تناسب عكسي مع الدي المسافة العمودية بين طبقتين من السائل. يبقى من الثلاث حاجات دول يبقى الإف تتناسب تناسب طردي مع الإي وكمان طردي مع الفي
عكسي مع الدي. دايما لما بنيجي نستنتج قوانين بنشيل علامة التناسب نحط مكانها يساوي ومقدار كونستانت، مقدار ثابت. يبقى F تساوي مقدار ثابت في AV على D. يبقى F تساوي مقدار ثابت في AV على D. F تساوي مقدار ثابت AV على D. يبقى F تساوي مقدار ثابت، المقدار الثابت ده رمزه VS، ايتا VS هتعرف عليه حالا AV على D. ايتا VS دي اسمها معامل اللزوجة، معامل اللزوجة. يبقى F تساوي ايتا VS AV على D. F تساوي ايتا VS AV على D. المقدار الثابت يسمى بمين؟ المقدار الثابت يسمى بمعامل اللزوجة. ينطق ايتا وينطق ايتا. تمام. خلينا بقى ايه القانون اللي احنا خدناه. F تساوي ايتا VS اللي هي فيسكوزيتي اللي هي اللزوجة. F تساوي ايتا فيسكوزيتي AV على D. طبعا لو عايز ايتا معامل اللزوجة، ايتا تساوي FD على AV. FD على AV. خلينا نتعرف على كل واحدة منهم بالتفصيل. F دي طبعا اللي هي قوة اللزوجة، قوة اللزوجة، والقوة تقاس بوحدة الايه؟ النيوتن. القوة تقاس بالنيوتن، والنيوتن يكافئ كيلو جرام متر على الثانية تربيع. طيب والايه؟ الايه اللي هي مساحة الطبقة المتحركة تقاس بالمتر تربيع، تقاس بالمتر مربع. والفي فرق السرعة بين طبقتين من السائل. فرق السرعة بين طبقتين من السائل. طيب والدي طبعا فرق السرعة دي سرعة تقاس بالمتر على الثانية. والدي هي البعد العمودي بين طبقتين من السائل. البعد العمودي اللي هي الدي، وطبعا تقاس بالمتر. وطبعا ايتا فيسكوزيتي دي معامل اللزوجة، وهنعرف حالا وحدة قياسه وتعريفه هو ايه. ايتا فيسكوزيتي تساوي FD على AV. يبقى القانون الوحيد اللي في الدرس ايتا فيسكوزيتي تساوي FD على AV، او F تساوي ايتا فيسكوزيتي AV على D. خلينا نقول ايه يعني ايه معامل اللزوجة. نكتب القانون ونقول من خلال القانون هو عبارة عن ايه. ايتا فيسكوزيتي تساوي FD على AV. دايما لما بنيجي نعرف اي كمية بنقول ان الكمية دي هي الكمية دي لما دي تكون بواحد، ودي تكون بواحد، ودي تكون بواحد. يبقى معامل اللزوجة هو مقدار القوة. معامل اللزوجة هو مقدار القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات اللي هي 1 متر مربع. يبقى مقدار القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات اللي هي 1 متر مربع.
ينتج عنها فرق نسبي في السرعة مقداره الوحدة اللي هي 1 متر على الثانية بين طبقتين من السائل المسافة العمودية بينهما الوحدة. الوحدة اللي هي 1 متر. خلينا نقول تاني، يبقى هو مقدار القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات، عشان دي تبقى 1، وينتج عنها فرق نسبي في السرعة مقدار الوحدة بين طبقتين من السائل المسافة العمودية بينهما ايه؟ المسافة العمودية بينهما الوحدة يعني 1. لو وحدة السرعات يبقى 1 متر مربع، وحدة الأطوال 1 متر، وحدة المساحات يبقى 1 متر مربع. خلينا نستنتج وحدة قياس معامل اللزوجة من القانون اللي هو بيقول اف دي على اي في. القوة تقاس بالنيوتن والمسافة تقاس بالمتر، يبقى نيوتن في متر على المساحة تقاس بالمتر تربيع، والسرعة تقاس بالمتر على الثانية، فالثانية تبقى في مقام المقام ومقام المقام بسط، يبقى نيوتن في متر في ثانية على متر تربيع في متر. اللي هيحصل ان احنا ممكن نقول نيوتن في متر ده جول، نيوتن في متر هو جول في ثانية على متر تربيع في متر تبقى متر تكعيب، يبقى من وحدات قياس معامل اللزوجة جول في ثانية على متر تكعيب، أو ممكن نحذف المتر مع المتر يتبقى معايا نيوتن في ثانية على متر تربيع، نيوتن في ثانية على متر تربيع. وكمان ممكن نشيل النيوتن ونحط مكان النيوتن كيلو جرام متر على الثانية تربيع، ده كده النيوتن لوحده، ونحط الثانية فوق ونحط المتر تربيع تحت. وفي هذه الحالة الثانية دي تروح مع التربيع والمتر ده يروح مع التربيع، يتبقى معانا وحدة قياس معامل اللزوجة كيلو جرام على متر في ثانية، كيلو جرام على متر في ثانية. وطبعا ممكن نستنتج معامل لمعامل اللزوجة صيغة الأبعاد، صيغة الأبعاد تبقى ام ال سالب 1 تي أس سالب 1. تمام، يبقى معامل اللزوجة هو مقدار القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات، ينتج عنها فرق نسبي في السرعة مقداره الوحدة بين طبقتين من السائل المسافة العمودية بينهما الوحدة. وحدات قياس معامل اللزوجة نيوتن في ثانية على متر تربيع، أو جول في ثانية على متر تكعيب، أو كيلو جرام على متر في ثانية. وخلينا نقول إن معامل اللزوجة ده خاصية فيزيائية مميزة للمادة، لا يتغير إلا بتغير يتوقف على نوع المائع، سائل أو غاز. يبقى يتوقف معامل اللزوجة على نوع المائع، يعني السائل ليه لزوجة، الهواء ليه لزوجة، مش كل السوائل ليها نفس اللزوجة، الزيت ليه لزوجة، العسل ليه لزوجة، الكحول ليه لزوجة. يبقى يتغير معامل اللزوجة بتغير المائع، وكمان لنفس المائع يتغير بتغير درجة الحرارة. إذا زادت درجة الحرارة تقل لزوجة السوائل. على سبيل المثال لو حطينا العسل في التلاجة اللزوجة بتاعته تزداد، لو حطينا العسل في الشمس اللزوجة بتاعته هتقل. يبقى مع ارتفاع درجة الحرارة للموائع اللزوجة هيحصل لها ايه؟
هتقل. يبقى اللزوجة، معامل اللزوجة يتغير بتغير نوع المائع ودرجة الحرارة، عشان هسأل عليها حالا تاني. معامل اللزوجة لا يتغير إلا بتغير نوع المائع ودرجة الحرارة. طيب خلينا نقول بقى ايه العوامل التي تتوقف عليها قوة اللزوجة. F من القانون بقى، F تساوي إيتا فيسكوزيتي A V على D. يبقى قوة اللزوجة اللي هي F تتوقف على رقم 1 معامل اللزوجة لعدة سوائل مختلفة. لعدة سوائل مختلفة. لو رسمت علاقة بيانية بين الإف والإيتا فيسكوزيتي، طبعا علاقة طردية. الميل هنا يساوي دلتا اف على دلتا ايتا فيسكوزيتي يساوي اي في على دي. اي في على دي. يبقى الميل هنا يتناسب تناسبا طرديا مع مساحة الطبقة المتحركة، وطرديا مع فرق السرعة بين طبقتين من السائل، والمسافة العمودية بين طبقتين من السائل تتناسب تناسبا عكسيا مع الميل. يبقى الميل طردي مع الاي وكمان طردي مع الفي، لكنه عكسي مع الدي. يبقى رقم 1 تتوقف قوة اللزوجة على معامل اللزوجة. يبقى قوة اللزوجة تتوقف على معامل اللزوجة، إنما معامل اللزوجة لا يتوقف على قوة اللزوجة. يعني أنا لو رسمت علاقة بيانية بين، زي ما قلت حالا هنا كده، حطيت الإيتا في اس والإف، معامل اللزوجة خاصية فيزيائية لا يتغير إلا بتغير نوع المائع ودرجة الحرارة. يبقى رقم 1 يتوقف على معامل اللزوجة. رقم 2 مساحة الطبقة المتحركة. مساحة الطبقة المتحركة. لو رسمت علاقة بيانية بين الإف والإي، طبعا علاقة طردية. الميل، أي ميل دايما يساوي صادات على سينات، دلتا اف على دلتا اي. لما نشطب الاف ونشطب الاي يتبقى ايتا فيسكوزيتي في في على الدي. دايما الميل هو معامل محور السينات. يبقى الميل طردي مع معامل اللزوجة لعدة سوائل مختلفة، وطردي مع الفي وعكسي مع الدي. يبقى معامل اللزوجة ومساحة الطبقة المتحركة الاتنين دول طردية. رقم 3 فرق السرعة بين طبقتين من السائل. فرق رقم 3 فرق السرعة بين طبقتين من السائل اللي هي في. لو رسمت علاقة بيانية بين الاف والفي، طبعا علاقة طردية. الاف والفي علاقة طردية. الميل يساوي دلتا اف على دلتا في يساوي الباقي ايتا فيسكوزيتي اي على الدي. يبقى تتوقف قوة اللزوجة على معامل اللزوجة، مساحة الطبقة المتحركة، فرق السرعة بين طبقتين من السائل، 4 المسافة العمودية بين طبقتين من السائل. لو رسمت علاقة بيانية بين الاف والدي علاقة عكسية، انما 1 على الدي يبقى امتداد الخط المستقيم يمر بنقطة الأصل. يبقى الميل يساوي الصادات على السينات يساوي ايتا فيسكوزيتي اي في. وهنا الميل طردي مع الايتا وطردي مع الاي وكمان طردي مع الفي. يبقى انا لما اسأل على معامل اللزوجة
يبقى كده معامل اللزوجة، إذا معامل اللزوجة لا يتغير بتغير قوة اللزوجة. نقولها لوحدها في صفحة. لو رسمت علاقة بيانية بين الإيتا فيسكوزيتي معامل اللزوجة والقوة، يبقى دي دايما خط مستقيم يوازي محور السينات. غيرت في الاي في الفي في الدي برضه معامل اللزوجة، خاصية فيزيائية مميزة للمادة لا يتغير إلا بتغير نوع المائع أو نوع المادة ودرجة الحرارة. تمام. خلينا نقول سؤال على قوة اللزوجة. سطح مستوي مساحته يبقى ال A تساوي 5/10 متر مربع، ودي ما فيهاش تحويل. يتحرك بسرعة منتظمة، ادي ال V تساوي 2 متر على الثانية، موازيا لسطح آخر ساكن ومعزول عنه بطبقة سمكها ده دي 4 سنتي، يبقى 4×10⁻²2 متر من سائل لزوجته. يبقى الإيتا فيسكوزيتي تساوي 1.5 كيلو جرام على متر في ثانية. فإن مين؟ القوة. القانون بيقول إن الإف تساوي إيه؟ إيتا فيسكوزيتي اي في على الدي. تعويض مباشر عشان نحفظ القوانين. ايتا بكام؟ 1.5. الاي بكام؟ الاي بنص. الفي بكام؟ ب2. الفي ب2. كل ده على الدي. الدي بكام؟ 4×10⁻²2. الرقم اللي هيطلع طالما دي قوة، وحدة قياس القوة هي الايه؟ النيوتن. يبقى الرقم اللي هيطلع معايا هيطلع بالنيوتن. تمام. يبقى الاف تساوي ايتا فيسكوزيتي اي في على دي، ايتا في اس اي في على دي. اف دي هي مين؟ قوة اللزوجة. قوة اللزوجة. خلينا نشوف سؤال تاني مهم جدا 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 على الجزئية اللي احنا بنحكي فيها دي. يوضح الشكل المقابل 3 ألواح أفقية رقيقة مستوية أفقية ومتوازية A B C، بينها سائل معامل لزوجته. يبقى أنا كده معايا الإيتا في اس يساوي 8/10 كيلو جرام على متر في ثانية. فإذا كان اللوحين A و C ساكنين، ده ساكن وده ساكن، أما اللوح B فهو حر الحركة وبعده عن أحد اللوحين ضعف بعده عن اللوح الآخر. طيب المسافة كلها 6 سنتي، لما يكون البعد بتاع مسافة معينة أكبر من التاني مرتين، يبقى في واحدة بعدها 2 سنتي. يعني هنقول مثلا إن الشوية دول 2 سنتي والشوية دول 4 سنتيمتر. هو اللي بيقول في السؤال وبعده عن أحد اللوحين ضعف بعده عن اللوح الآخر. يبقى بعد اللوح B عن اللوح A 4 سنتي، ضعف بعده عن C اللي هو 2 سنتيمتر. تمام. فإن القوة اللازمة لتحريك اللوح B بسرعة، يبقى اللوح ده هيتحرك بسرعة 5 متر على الثانية. طبعا لازم أفهم الكلام عشان أعرف أحل السؤال. اللوح اللي في المنتصف ده طبعا بينه وبين الطبقة العلوية قوة معينة اللي هي قوة التماسك وقوة التلاصق، وبين اللوح والطبقة السفلية قوة تلاصق. يبقى أنا لازم أثر عليه بقوة تساوي مجموع القوتين دول. يبقى الطبقة العلوية بينها وبين اللوح B قوة تلاصق،
والطبقة السفلية بينها وبين اللوح بقوة تلاصق، لازم نأثر على اللوح بقوة مساوية لمجموع القوتين حتى يتحرك بسرعة معينة اللي هو بيقول عليها تساوي كام؟ 5 متر على الثانية. خلينا نشوف كده، نجيب القوة اللي ما بين اللوح B والطبقة العلوية، وليكن مثلا هنقول مثلا ان دي بين اللوحين دول F1 وبين اللوحين دول F2. هنجيب F1 تساوي ايتا فيسكوزيتي AV على الدي. ايتا هو بيقول لي ب8/10، A 4 في 10 أس سالب 4 عشان دي سنتيمتر مربع. الفي بيقول لي إنها ب5 على الدي السمك اللي فوق 2 سنتي، يبقى 2 في 10 أس سالب 2. نحسب 8/10 في 4 في 10 أس سالب 4 في 5 على 2 في 10 أس سالب 2، يبقى 8/10 في 4 في 10 أس سالب 4 في 5 على 2 في 10 سالب 2، طلعت معانا 8/100 نيوتن. 8/100 نيوتن. نجيب F2 بين اللوح B والطبقة السفلية، يبقى ايتا فيسكوزيتي AV على الدي. نفس الايتا ونفس المساحة ونفس السرعة، هيختلفوا بس في سمك الطبقة السفلية اللي هي 4 في 10 أس سالب 2 في 10 أس سالب 2 في 10 أس سالب 2. نحسب، يبقى هنغير بس السمك اللي تحت هنخليها 4. في 10 أس سالب 2. نغير السمك نخليها 4، تطلع معانا 4/100 نيوتن. يبقى F داش محصلة القوة اللي نأثر بيها على اللوح حتى يتحرك بهذه السرعة تساوي مجموع القوتين، يبقى F1 زائد F2، يبقى 8/100 زائد 4/100 تساوي 8/100 زائد 4/100 تساوي 12/100 نيوتن. يبقى حتى يتحرك اللوح B بهذه السرعة لابد أن نؤثر عليه بقوة مساوية لمجموع القوى العلوية والقوة السفلية. تمام. خلينا ناخد آخر حاجة كده في اللزوجة، تطبيقات على اللزوجة. يا ترى احنا ممكن نستفيد من قصة اللزوجة دي في ايه؟ طبعا في حاجات مهمة جدا. رقم 1، تزييت وتشحيم الآلات من وقت لآخر. يجب تزييت وتشحيم الآلات من وقت لآخر. ليه؟ الآلات المعدنية نتيجة حركتها تحتك مع بعضها، ونتيجة هذا الاحتكاك يولد حرارة، والحرارة تؤدي إلى تمدد هذه المعادن، والتمدد يؤدي إلى تآكلها وبالتالي تقل كفاءتها. يبقى الآلات المعدنية نتيجة الحركة تحتك مع بعضها، ولما بتحتك مع بعضها تسخن، ولما بتسخن بتتمدد، ولما بتتمدد تتآكل، ولما بتتآكل كفاءتها بتقل. عشان نحميها من القصة دي كلها يجب تزييت وتشحيم الآلات من وقت لآخر. ليه؟ عشان نقلل الحرارة المتولدة بالاحتكاك. كده كده لازم يحدث احتكاك، نقلل الحرارة المتولدة بالاحتكاك، وبالتالي حماية أجزاء الآلة من التآكل، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة كفاءتها. يبقى يجب تزييت وتشحيم الآلات من وقت لآخر لإنقاص كمية الحرارة المتولدة بالاحتكاك. لإنقاص كمية الحرارة المتولدة بالاحتكاك وحماية أجزاء
الآلة من التآكل، وبالتالي زيادة كفاءتها. يبقى عشان نزود كفاءتها يجب التزييت والتشحيم، وتستخدم زيوت ذات لزوجة عالية حتى تلتصق بأجزاء الآلة. فأنا لما أقول لا يصلح الماء، ليه مش بنزيت بالماء ونشحم بالماء؟ عشان الماء لزوجته ضعيفة، سرعان ما ينساب من أجزاء الآلة. يبقى لا يصلح الماء في التزييت والتشحيم نظرا لأن الماء ذات لزوجة ضعيفة، وبالتالي لا يمكنه الالتصاق بأجزاء الآلة وسرعان ما ينساب عنها. تستخدم لتزييت الآلات المعدنية زيوت ذات لزوجة عالية حتى يمكنها الالتصاق بأجزاء الآلة، ويستخدم صيفا ذات لزوجة أعلى من المستخدمة شتاء، لأنه بارتفاع درجة الحرارة تقل لزوجة السوائل. يبقى رقم 1 من تطبيقات على اللزوجة تزييت وتشحيم الآلات من وقت لآخر. ليه؟ عشان نقلل الحرارة المتولدة بالاحتكاك ونحمي أجزاء الآلة من التآكل، وبالتالي يؤدي ذلك إلى كفاءتها. رقم 2 توفير استهلاك الوقود في المركبات المتحركة. طبعا العربيات اللي بتتحرك لما بتتحرك بسرعة صغيرة مقاومة الهواء بتبقى صغيرة. يبقى لما العربية تتحرك بسرعة صغيرة مقاومة الهواء تبقى صغيرة، إنما لما العربية تتحرك بسرعة كبيرة مقاومة الهواء تزداد جدا جدا جدا. يبقى خلينا نقول في السرعات الصغيرة والمتوسطة نسبيا، في السرعات الصغيرة والمتوسطة نسبيا تتناسب مقاومة الهواء طرديا مع سرعة المركبة. يبقى لو كانت السرعة قليلة يبقى المقاومة هتبقى قليلة، فعشان كده هيكون معدل استهلاك الوقود قليل. إنما في السرعات العالية نسبيا لما تبقى السرعة عالية طبعا تتناسب مقاومة الهواء طرديا مع مربع سرعة المركبة، لذلك يكون معدل استهلاك الوقود كبير. يبقى في السرعات الصغيرة والمتوسطة نسبيا تتناسب مقاومة الهواء طرديا مع السرعة تتناسب مقاومة الهواء طرديا مع السرعة، ولكن في السرعات الكبيرة نسبيا تتناسب طرديا مع مربع السرعة. وهنا كده طبعا ويكون معدل استهلاك الوقود طبعا أقل، إنما هنا ويكون معدل استهلاك الوقود أعلى بكثير أو كبير. لذلك يلجأ القائد الخبير أحيانا إلى تقليل السرعة، وذلك لتوفير استهلاك الوقود. لذلك يلجأ قائد السيارة الخبير لتقليل السرعة لتوفير استهلاك الوقود. يعني مثلا على سبيل المثال لو حد سافر مسافة معينة وليكن مثلا 100 كيلو متر، المرة الأولى راحها بسرعة 20 كيلو متر في الساعة ماشي بالراحة، يكون معدل استهلاك الوقود صغير، كمية قليلة. إنما لو كان ماشي نفس المسافة ولكن بسرعة أكبر
يزداد معدل استهلاك الوقود. ليه؟ في السرعات الصغيرة المقاومة طردية مع السرعة، أو السرعة طردية مع المقاومة، ولكن في السرعات العالية نسبيا تتناسب مقاومة الهواء طرديا مع مين؟ مربع السرعة. يبقى لو واحد مشى مسافة معينة بسرعة قليلة معدل استهلاك الوقود هيكون قليل، لكن لو السرعة زادت عن حد معين يزداد معدل استهلاك الوقود. ليه؟ لأن سرعة مقاومة الهواء تتناسب تناسبا طرديا مع مربع سرعة السيارة. تمام. رقم 3، اختبار سرعة الترسيب. هي السرعة النهائية لتساقط كرات الدم الحمراء في البلازما. سرعة الترسيب هي السرعة النهائية لتساقط كرات الدم الحمراء في البلازما. فخلينا قبل ما نقول اختبار سرعة الترسيب خلينا نقول ايه؟ عندما تسقط كرة في سائل، عندما تسقط كرة في سائل عندما تسقط كرة في سائل، لو عندي سائل وكرة تسقط في سائل، طبعا الكرة دي يؤثر عليها لأسفل وزنها، يبقى وزنها يؤثر لأسفل. قوة دفع الماء هتكون لأعلى، قوة دفع الماء يؤثر لأعلى. قوة الاحتكاك بين الكرة وبين طبقات الماء هتكون لأعلى. يبقى الكرة التي تسقط في سائل تتأثر بثلاثة قوى. يبقى عند سقوط كرة في سائل فإنها تتأثر بثلاثة قوى. 1، وزنها لأسفل، الوزن دايما لأسفل. 2، قوة دفع الماء دايما لأعلى. أي جسم يسقط في سائل السائل ده يدفعه لأعلى عشان ما يغصش في هذا السائل، والوزن دايما يؤثر لأسفل. 3، قوة الاحتكاك بين الكرة والسائل، وقوة الاحتكاك دي هي اللي بتتغير مع اتجاه الحركة. الاحتكاك دايما يكون في عكس اتجاه الحركة. يبقى أنا لو عندي سباح يغوص في الماء، عندما يسقط في الماء وزنه يؤثر لأسفل، قوة دفع السائل عليه لأعلى، قوة الاحتكاك هتكون لأعلى طالما هو نزل لتحت. إنما هو طالع لفوق قوة دفع الماء لأعلى، وزنه لأسفل، ولكن قوة الاحتكاك هي اللي اتجاهها هيتغير، لأن الاحتكاك هيكون المرة دي لأسفل. ليه؟ لأن الاحتكاك دايما بيكون عكس اتجاه مين؟ الحركة. يبقى عندما تسقط كرة في سائل فإنها تتأثر بكم قوة؟ 3 قوى، وزنها لأسفل، وقوة دفع الماء لأعلى، وقوة الاحتكاك برضه اتجاهها لأعلى عشان الكرة تسقط لأسفل. عندما تكون محصلة القوى لأسفل أكبر من محصلة القوى لأعلى. طالما خدنا قبل كده قانون نيوتن الثاني، لما تكون القوة المحصلة لا تساوي صفر، عندما تكون محصلة القوى لأسفل أكبر من محصلة القوى لأعلى، فإن سرعة الكرة تزداد حتى تتساوى محصلة القوى لأعلى مع القوى لأسفل. ليه بتتساوى؟ عشان الجسم أثناء سقوطه طبعا تزداد قوى الاحتكاك، مع زيادة قوى الاحتكاك تزداد القوى المحصلة لأعلى حتى تتزن مع القوى المحصلة لأسفل، وعندها تتحرك الكرة بسرعة ثابتة.
يبقى عند سقوط كرة في سائل فإنها تتأثر بثلاثة قوى، وزنها يؤثر لأسفل، قوة دفع الماء لأعلى، قوة الاحتكاك لأعلى. عندما تكون محصلة القوى لأسفل أكبر من محصلة القوى لأعلى تزداد سرعة الكرة. طيب يبقى عندما تكون محصلة القوى لأسفل أكبر من محصلة القوى لأعلى، هكتب هنا الفي بمرور الزمن، تزداد السرعة، بزيادة السرعة تزداد قوى الاحتكاك حتى يتساوى محصلة القوى لأعلى مع محصلة القوى لأسفل، عندها تتحرك الكرة بسرعة ثابتة. تاني، يبقى عندما تسقط كرة في سائل فإنها تتأثر بثلاثة قوى، وزنها يؤثر لأسفل، قوة دفع الماء لأعلى، قوة الاحتكاك لأعلى. عندما تكون القوة المحصلة لأسفل اللي هي الوزن أكبر من محصلة القوى لأعلى تزداد سرعة الكرة، بزيادة السرعة تزداد قوى الاحتكاك، بزيادة قوى الاحتكاك حتى تتساوى القوة المحصلة لأعلى مع القوة لأسفل، عندها تتحرك الكرة بسرعة ثابت. طيب ده بنقوله ليه؟ عشان اختبار سرعة الترسيب. هنجيب أنبوبة شعرية. الأنبوبة الشعرية دي رفيعة جدا جدا جدا، وهنحط فيها عينة من دم الشخص المصاب ببعض الأمراض المعينة. طبعا في سرعة ترسيب عند الشخص السليم تتراوح من 0 حتى 22 ملم في الساعة. فالمفروض طبعا الدم يتكون من كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية وسائل البلازما. لما نجيب الأنبوبة الشعرية دي ونحط فيها السائل، طبعا كرات الدم الحمراء هتبدأ تتساقط ويظهر الدم بلونه الشفاف. طيب بالنسبة بقى للأشخاص المصابون بمرض اسمه الحمى الروماتيزمية. الحمى الروماتيزمية دي تعمل على تلاصق كرات الدم الحمراء ببعضها، وهذا التلاصق يؤدي إلى زيادة نصف قطرها فيزداد حجمها، ومع زيادة حجمها تزداد سرعة ترسيبها. يبقى تزداد سرعة الترسيب للأشخاص المصابون بالحمى الروماتيزمية. ليه؟ لأن الحمى الروماتيزمية تعمل على إيه؟ تلاصق كرات الدم الحمراء ببعضها، وبالتالي يزداد نصف قطرها فيزداد حجمها فتزداد سرعة ترسيبها. إنما الأشخاص المصابون بمرض الأنيميا تعمل على تكسير كرات الدم الحمراء، ونتيجة هذا التكسير يقل نصف قطرها فيقل حجمها فتقل سرعة ترسيبها. يبقى نقدر نقول تزداد سرعة الترسيب عند الأشخاص المصابون بمرض الحمى الروماتيزمية. ليه؟ أما أقول ليه؟ لأن الحمى الروماتيزمية تعمل على تلاصق كرات الدم الحمراء ببعضها. طب ما نتيجة هذا التلاصق؟ فيزداد، وبالتالي يزداد نصف قطرها ويزداد حجمها فتزداد سرعة ترسيبها. يبقى تزداد سرعة الترسيب للأشخاص المصابون بمرض اسمه الإيه؟ الحمى الروماتيزمية، وتقل سرعة الترسيب عند الأشخاص المصابون بمرض الأنيميا. ليه؟ لأن الأنيميا تعمل على
تكسير كرات الدم الحمراء، وبالتالي يقل نصف قطرها فيقل حجمها وتقل سرعة ترسيبها. يبقى من تطبيقات على اللزوجة اختبار سرعة الترسيب. يبقى بعض الأطباء بتلجأ إلى هذا النوع من الاختبار عشان الكشف عن بعض الأمراض التي تؤدي إلى تلاصق كرات الدم الحمراء أو تكسير كرات الدم الحمراء، وبالتالي تزداد سرعة الترسيب أو تقل سرعة الترسيب. في كام سؤال كده بيقولوا إيه؟ يشعر سكان الأدوار العليا بسرعة الرياح أكبر من سكان الأدوار السفلى، لأنه كلما اقتربت الطبقة المتحركة اللي هي الهواء من الطبقة الساكنة اللي هي الأرض قلت سرعتها. يبقى الهواء كل ما يقرب من الأرض سرعته بتقل. وكمان سؤال تاني بيقول تنمو النباتات المائية قرب الشواطئ. اشمعنى شواطئ؟ مش بتنمو في منتصف النهر، لأن قرب الشواطئ تزداد قوى الاحتكاك التي تعوق قابلية الماء على الانسياب. المية هتنساب بصعوبة عشان قوى الاحتكاك بتبقى كبيرة، وبالتالي تقل فرصة اقتلاع النباتات من الأرض. احنا الحمد لله كده خلصنا الدرس الرابع اللي هو بيتكلم عنه اللزوجة. نكمل ان شاء الله كده باقي الدرس كده ان شاء الله اللي هو الضغط والضغط عند نقطة في باطن سائل في الحصة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.